السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة اوريكم حاجة هتضحكوا عليها. النهارده كابتن جمال عبد الحميد طلع على قناة نادي الزمالك بيتكلم ان الزمالك محضر شكوى للفيفا. انا عايزكم تخشوا تشوفوا الشكوى مكتوب فيها ايه، بس ارجوكم ما تضحكوش، ولو انت اول مرة تشوفني اعمل لي اشتراك في القناة. يلا بينا نشوف، ادخل شوف. بنحضر كمان يعني دي برضه حصري الزملكاوي وجمهور نادي الزمالك كله ان احنا بنحضر دلوقتي شكوى تانية بالتنمر على شيكابالا ولون شيكابالا، وكمان حته الدفنه ان هم ده عملوا الميت وكده ودفنوه. فبنحضر ديت، وبنحضر طبعا شتيمه نادي الزمالك بالبليله، بنحضر شتيمه نادي الاسماعيلي بشجر المانجا باين ولا ايه، بنحضر شتيمه تركي الشيخ. كل دي متحضره بالفيديوهات بكل حاجه. دي الشكوى الثانيه الاتحاد الدولي لكره القدم. لما سمعت الكابتن جمال عبد الحميد دلوقتي والشكوى اللي هو مقدمها للفيفا يا جماعه، اول حاجه مكتوبه في الشكوى يا جماعه البليله، طبق البليله. انت هتروح تكلم الفيفا في طبق بليله يا جماعه؟ ده هم هيسالوك لو جبت سيره البليله هناك يا جماعه، هيسالوك يا ترى البليله دي بلبن؟ يا ترى البليله دي بالكنافه؟ وتاني حاجه، تاني شكوى لنادي الزمالك في الشكوى الكبيره اللي قالوها امبارح على قناه نادي الزمالك، المانجا يا جماعه. انت لو جبت لهم سيره المانجا هيقول لك هي المانجا طلعت في مصر؟ هي الصيف دخل والمانجا طلعت عندكم؟ مانجة ايه وبليله ايه اللي احنا هنروح نكلم فيها الفيفا؟ احنا هنضحك الناس علينا اكتر من كده ازاي؟ الناس العالم كله بيضحك علينا. رايحين مقدمين شكوى عريضه طويله تخينه رفيعه بنتكلم فيها عن البليله والمانجا. بليله ايه ومانجة ايه والنادي خربان؟ بليلة ايه يا جماعة؟ وحالة وفاء ايه؟ وتابوت ايه اللي احنا بنتكلم فيه؟ يا جماعة بصوا للنادي، هي دي الشكوى؟ بقالكم يومين طول هنعرض الشكوى على جمهور نادي الزمالك على القناة. ده انا لما سمعت الشكوى كنت هعيط. هي دي شكوى؟ ولا انتوا رايحين تعملوا طبق كوكتيل عند الفيفا يا جماعة؟ ما احنا عاوزين نعرف، هو نادي الزمالك وصل للمرحلة دي؟ وصلنا لمرحلة الهيلسيس يا جماعة؟ ليه العوض ومنه العوض في اللي بيحصل في نادي الزمالك ده؟ كل يوم يخترعوا لنا حاجه على القناه جديده، لازم اي كلام في اي هجايز على قناه نادي الزمالك كل يوم. الواحد احتار في القناه دي، لا ده الناس لسعت ولا ايه؟ الناس دي لسعت ولا ايه على القناه؟